كل الطرق تؤدي للجزيرة. زيزو في أرض التاريخ، زيزو أهلاوي. حد يجيب لي المطافي، حد يجيب لي المطافي بالله عليكم، انا مولع، الطفايه مش نافعه، زيزو راح الاهلي، انت دي مرسفي، طفوني من الحريقه اللي انا فيها، الحريقه اللي اسمها زيزو اهم لعيب في نادي الزمالك، العمود اللي واقف على نادي الزمالك اتقسم نصين ووقعنا في الارض، الاهلي خده. انا بطلب من كل جماهير الكوره في مصر وصلوا الفيديو ده لكل الناس، الطفايه دي مش حاسه، اطلبوا لي المطافي، وصلوا الفيديو لكل الناس، هاتوا لي المطافي دلوقتي، طفوني من الحياه اللي انا فيها، هاتوا لي المطافي دلوقتي. انا بسأل سؤال وعايزه يوصل لكل مصر، هو احنا بنشجع كوره ولا بنتفرج على فيلم رعب؟ فيلم الاهلي هيخطف مين تاني؟ هيخطف مين الدور الجاي؟ من كهربا لامام عاشور لبن شرقي لزيزو، خلاص فضينا، اتكسحنا خلاص. لو شفت زملكاوي ماشي دمعته على خدته وبيكلم نفسه وبيقول غاي اعرف انه زملكاوي، ما تستغربش. في العيد الكابتن محمود الخطيب بيعيد علينا والنادي الاهلي بيعيد علينا، احنا عارفين، بس مش للدرجه دي، مش بيقول لك انا في الجزيره انا اهلاوي، زيزو في الجزيره زيزو اهلاوي. ايه ده اللي بيعمله النادي الاهلي ده في البرج بيقول لك انا اعلى حته في مصر، انا النادي الاهلي، انا اللي فوق، بيقول لك اوعى تستفز النادي الاهلي. استفزنا ليه؟ لا يا كابتن لمالينو، ليه عملتها وقلت مع مدام لميس لو عايز لعيب هجيبه لعيب مين؟ دي الفرقه فضيت، ده في التاريخ النادي الاهلي ما عملش اللي عمله الكابتن محمود الخطيب، كهربا وامام عاشور وبن شرقي وزيزو وخلاص، ما بقاش في زمالك. يا ترى هيبقى في زمالك تاني؟ ده سؤال بسأله لكل زملكاوي. اخر مرة ضحكتك شفتها في المراية امتى؟ اخر مرة فرحنا امتى؟ لا يا ايمو، لا، اوعى تفتكروا ان زيزو كان واقف على البرج، دي حاجة صدفة. لا، هو قصده ان احنا اللي عدى على البرج، بيقول لك اعلى برج في مصر، احنا اللي عدى على اعلى برج في مصر. دي بالصدفه جايب لك الخازوق قال لك خازوق بن شرقي لا كان ضعيف، امام عاشور كان ضعيف على البرج نفسه، قلت لهم يا النهارده زيزو والبرج واقف على البرج، هو ده اللي بيحصل. النهارده قال لك ايه؟ النهارده اوعى تستفز الاهلي وكل الطرق تؤدي للجزيره. ليه كل الطرق تؤدي للجزيره؟ مفهومه ملعوبه. قلنا له مش هنبيعه ب 8 مليون، مش هنبيعه ب 6 مليون، مش هنبيعه ب 5 مليون، في الاخر بعناه مجاني وللاهلي. قلنا له يا زيزو ده نتوسل اليك بقى، نطلع في البرامج نقول له توسلنا له، قلت له انت اكبر لاعب يطلع مجلس اداره نادي الزمالك يقول لك زيزو اكبر لاعب في نادي الزمالك، احنا هنبني عليه فرقه، وعرفنا كنا عارفين انه في الاهلي، بس بالشكل ده بالطريقه دي بالاسلوب دي، والواد فرحان ووشه منور. هم فين بتوع حالته النفسيه؟ خلاص مش هيعرف يلعب الواد، مش هيقدر يلعب بعد كده. ده حالته النفسيه زي الفل، الراجل طالع تمام. الواد بيعمل لك كده، عملنا فيك يا زيزو، عايزين احنا اللي مجانين بتغيظنا، بتقول لنا قصدك ايه من اللي بتعمله ده؟ قصدك ايه من اللي بتعمله فينا في ليله العيد يا اهلي؟ بتعايد علينا بالشكل ده، ده مش حلم ابدا، ده مش حلم اللي احنا فيه يا جماعه، ده كابوس اللي احنا بنعيشه ده كتير. احنا خلاص فقدنا اعصابنا. مش زيزو اللي اتاخد النهارده يا جماعه، ده قلبي اللي اتاخد. لا قلبي ايه؟ قلبي كان بن شرقي، انا نسيت. لا ده روحي اللي اتاخدت، روح الزمالك اللي اتاخدت، السهم والشعار اللي اتاخد، اسطوره الزمالك زيزو خلاص. زيزو اللي كان بيحتفل واللي بيطلع مع الجمهور واللي بيعمل كده ويبوس كده ويقول هو ده زيزو اللي اتاخد، ولا ده زيزو، ولا ده كابتن ميزو، ولا ده مين يا جماعه؟ حد يصحيني، حد يفوقني، حد يقول لي انت بتحلم. بس ده مش حلم، ده حلم وحش قوي، ده كابوس مر، ده كابوس اسود، ده كابوس غطيس. ولا انا محتاج طفايات
مصر كلها عندي هنا تطفيني لمدة اسبوع. لمدة اسبوع ايه؟ لمدة الموسم كله اللي هو هيجيب فينا. هيروح كاس العالم للاندية، هيلعب في كاس العالم للاندية. زيزو اللي احنا كنا متأملين فيه ان يودينا كاس العالم. مين هيودينا دلوقتي؟ مين هيودينا؟ هنروح بايه؟ هنروح بالتوك توك يا زمالك. خلاص جننتونا، خلاص مش عارفين نقول ايه. خلاص انا مش عارف امتى هنفرح، امتى الفرحه. يا دوبك بنفتح بقنا كده، نفتح بقنا بس كده يتقفل على طول، يتخيط باللي احنا شفناه. معلش انا اسف يا جماعه، ما تاخدوش عليا بس حالتي اللي انا فيها ما حدش حاسس بيها. نار كده حالتي. درجه حرارتي 1000 درجه فهرنهايتيه. 1000 درجه. لو في درجه لقياس درجه الحراره اكتر من الفهرنهايت دي تبقى انا اللي انا فيها. انا لو رحت للدكتور دلوقتي هيوديني على طول هيصفرني على بلاد بره، على كوالالمبور. ماليش علاج الا في كوالالمبور او في جزيره مدغشقر. هم دول اللي في سلسليان، هم دول بس اللي عندهم علاج يا جماعه. لو سمحتم قبل ما تقفلوا الفيديو اتصلوا بالمطافي وبلغوا كل حد. شيروا لكل الناس، لايكوا لكل الناس، اكتبوا لكل الناس، قولوا لكل الناس. ريبو وسيبو خلاص بيولعوا، الحقوهم. طفونا